بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه خياتي، نقول لكم صلوا كامل اليوم اللي عمرها ما كتبت تعليق. نتمنى ان شاء الله اليوم اي وحده دخلت في هذا الفيديو دير تعليق وتكتب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا في خاطر هذيك اللي قالت لي لا تذكر اسم رسولنا على لسانك لأنك تزيدين من الإثم على نفسك ما دمت تخالفين ما جاء به من الحق، وشأن رمضان عظيم عند المسلمين ليس بالأكل والسهرات. أنا ما ظنيتكش أنت جزائرية، مستحيل مستحيل تكوني جزائرية. جزائرية ما تكتبش الجزائرية متربية على الدين وعلى الإيمان وعلى الطاعة. ونقول لك حاجة، أنا ما قصتينيش كامل، أنا عارفة روحي واش نسوى واش نكون، وأنا عارفة المحتوى تاعي. أنا المحتوى تاعي درتو لوجه الله، والدليل هاوليك سبحان الله. يعني شاءت الأقدار هذاك الكومنتير تاعك ضروري يعني نجاوب عليه. جاوبت عليه في هذا الفيديو اللي كنت نوجد فيه، نوجد الأخوات هكذا باش يسترزقوا وباش إن شاء الله يتفتح لهم باب الرزق ويخدموا على روحهم. وكنت وعدتكم شحال من مرة بهذا الفيديو، وكتب شاءت الأقدار أنه نجاوب على هذا الجواب في هذا الفيديو اللي درته لوجه الله إن شاء الله يا رب العالمين. أي وحدة إن شاء الله تشوف هذا الفيديو تكتب تعليق ودير وتصلي على حبيبها محمد هكذا. ان شاء الله حبوا يمحوا الصلاة، حبوا يمحوها، حبوا يمحوه ما تقدروش تمحوه، راه مغروس في قلوبنا. حنا نوضوا به، نرقدوا به، ناكلوا به، نشربوا به، كل حاجة به، نربوا ولادنا به، عايشين بالصلاة على الحبيب المصطفى وعايشين بالسنة ديالو. ولا تقول لي هذيك خاصة في الفيديو تاع القضيان الشهري. هادو هما التعاليق المسمومة اللي جاوني بزاف تعاليق. أنا مشوكية فيهم. قالت لي نتوما اللي كملتوا كامل واش كاين في السوق. السوق راه فيه كل الخير، كل الخير، الدراهم اللي ما كاش، اما الخير راه كاين كما قالوا الناس. زمان يجي وقت الخير يكون والدراهم اللي ما يكونوش، ورانا فيها. وزيدي نقول لك حاجه، القهوه والزيت هما برك اللي ما كاش في السوق. ولو كانت تدخلي للفيديو وتشوفي ولا صح شتي الفيديو ما شريت لا قهوه لا زيت، يعني ما صطمش الحمد لله. يعني عندي هذيك البيدون تاع الزيت راني ديجا نتناول منه، وعلى بالي في رمضان يدخل كل خير. والقهوه عندي في البلاكار تاعي، انا دائما نشري باكي زوج زياده، ماشي على جال لهفه ولا لا باش ما نخرج ما نضلش في الزنق. نجري مور القضيه، نحب نقضي على مره. انا القضيه اللي قضيته وني وضحت في الفيديو قضيته باش في رمضان ما نضلش داخله خارجه، لانه ما كاش الوقت، ورمضان فيه بزاف شغل. ماشي شريت على جالني لهفه كيما راكي تقولي انتيا. المهم ان شاء الله ربي ياخذ فيكم الحق ان شاء الله. هذوما الظالمات، ونقول لكم روحوا توبوا لله. رانا في شعبان، وشعبان هذا ترفع فيه الاعمال الى الله. يعني للاسف الشديد اعمالكم ترفع وانتم زدتوا الاثم والذنوب على انفسكم. المهم قبل ما يفوتنا الفيديو وما تخسروش علينا الفيديو، هذا الفيديو درته الكامل في خاطر الاخوات اللي راهم حابين يسترزقوا، واللي يحبوا يعني يديروا حاجه بيديهم تاع الدار نقيه، يحبوا يكونوا اقتصاديين وياكلوا حاجه مليحه. نقول لكم كملوا الفيديو للاخير باش تستفادوا منه ان شاء الله. وقبل ما تروح علينا الوصفه، قبل نقول لكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج وكومونتير طيب هكذا. واللي ماهيش مشترك نقول لك دير الاشتراك لانك حتستفادي معنا ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا درت زوج انواع تاع السميد هكذا باش نوري لكم النوعيه اللي راهي مليحه في السوق. درت الحمامه ودرت السفينه، يعني هاد الزوج درتهم راه متوفرين في السوق والحمد لله. هاد العام كاين دقيق ماشي كيما موالف. درت 2 كيلات كيما شفتوا، ودرت مغرفه صغيره تاع الملح، ذوبتها في شويه تاع الماء. هذيك القرعه فيها ريتله تاع الماء. شوفوا شحال راني دايره قريب نص ريتله في هذوك الزوج كيلات. هذوك الكيلات كل كيله ترفد حوالي 300 غرام، يعني قريب راني دايره 600 غرام تاع الماء. نديرها طريه كما كنتوا تشوفوا، لازم تكون طريه. هاي ليك لاباط راهي طريه ما شاء الله. شوفوا ما ديروهاش يابسه، ديروها طريه باش ما تعييكمش في العجين. ودوك واش ندير انا، شتو طميتها غير شويه شغل لي سيتها برك باش تقعد برك ليس، ما عجنتها ما والو. ودرتها في الكيس وخليتها ترتاح. هاكو شتو شحال دخل فيها الماء. هذاك الاول هذاك سميت تاع الحمامه، وهذا تاع السفينه. هذا تاع السفينه ضروري نقول لكم صيروا هذاك السميد ديالكم كيف درت 2 كيلات، يعني درت حوالي 600 غرام. نتوما ديروا بالكيله اللي حبيتوها. هادو الكيلات يعني يجوكم قريب يجوكم 4 باكيات، يجوكم 4 زازن تاع ديون. دوك نقول لكم الحجم تاع السنيوه باش تعرفوا شحال. المهم حنقول لكم بزاف تفاصيل على هاد الديول، شحال حجم السنيوه، شحال تخرج لكم التزينه، شحال تبيعوهم، كيفاش تستحفظوا بهم، كيفاش تخبوهم في المجمد اللي تحب دير كميه كبيره، كيفاش تسوقوهم. يعني درت لكم يعني بالتفصيل.
وكيفاش تدربوا السنيوة، يعني كلش تصيبوه في هذا الفيديو ان شاء الله. هاولي كيما شفتوا عجنتها غير شويه، طميتها شغل ليسيتها تانيت. هذا تاع سفينه وهذا تاع حمامه نفس الكميه، هذوك 2 كيلات وهادو 2 كيلات، يعني 600 غرام 600 غرام، كلش عندي كيلو و200. عامليك دوك واش انا ندير، نخليها تبات في الثلاجه. انا شمختها في الليل وخليتها تبات في الثلاجه. تقدري يعني ديريها الصباح وتخدميها حشيه، بصح ما نقولك ما تخدميش حشيه لانه يشدوك شويه، سورتو الا كنتي راح تدربي. شمخيها في الليل كي تجي ترقدي، والصباح يعني نوضي قبالة ليها، نوضي ديريها هكذا. عجنيها شويه. انا هايليك الصباح نحيتها من الكيس باش تنحلها شويه البروده، لانها كانت في الثلاجه. ضروري ديريها في الثلاجه لانه العجين يقراص، ما تخليش فوق البوطاجي. هايليك شوفوا بديت نعجن فيها غير شويه، بدات تدير في النبابل، لانها كي تشمخوها في الليل وتبات في الثلاجه كشغل تعجنت سبحان الله، تصبح كاع متلوقه وتصبح يعني طريه وتصبح ما شاء الله. عجنتها يعني اختصرت لكم شويه الوقت. عجنتها شويه حتى ولات تدير في النبابل، يعني كي تشوفوا النبابل يخرجوا وتشوفوها تترتق، هذاك الوقت نبداو نديرو في الماء نديرو غير بالعقل كما كنت تشوفوا. هكذا ندير الماء ونطوي حتى نشرب كامل هذاك الماء. هاوليك شرب لي كامل هذاك الماء، بصح العجينه مازالها يابسه. هاوليك هاد العجينه تاع الديول يعني سبيسيال، ماشي برومييرمون تحب تكون السميد النوعيه جيده، هذه هي تحب النوعيه تكون جيده، ماشي اي سميد عادي تروحي ديري به كيما صالو كيما المعارك ولا المسمن. ثانيا لازم تعجنيها حتى تولي تترتق، تعجن ماشي غير تقولي نشمخ وندير، لازم تعجنيه يولي يترتق. بعد ما شنوني عجنته مليح، دوك واش راني ندير، خلاص ولا طري ودار نبابل، دوك راني ندخلو في الماء، دوك راني نطلق فيها. دوك هذا هو يقولوا لها تلقي العجينه، هكذا تتلقي العجينه بهذه الطريقه. ندير شويه ماء، شوف كيفاش ندير طريقه باش ما يطرشنيش الماء. هكذا شغل ندخلو ومن بعد نولي نخبط. هكذا العجين تاع الديول يحب يتخبط كما نقولوا، نخبطوه هكذا. شوفوا تشوفوها شغل حابه تتقطع. نتوما ما تخلوهاش تقطع، دائما تحاولوا طموها. شوفوا كيفاش راني ندير، نرفد ونرمي، شغل نخبط فيها. هذا غير بالعقل هكذا. راكم تشوفوا في النبابل هكذا. هنا دوكا تيك نجرب نسيي، ما تطلقوهاش بزاف حتى تولي لكم ما تقدروش تحكموا فيها. هايليك شوفوا هنا راهي مليحه. هاي شوفوا نسيي هكا، نسيي هنا في الجفنه، نصيبها خفيفه في يدي ونصيبها متماسكه. لو كان تكون متلوقه اكثر من هكذا واش راح يصرى؟ كي تحطوها في النار راح تولي تطاير دوك تشوفوا معايا واش يصرى لها. هنا درت شويه تاع ماء ودرت مغرفه واحده تاع الزيت في هاد 2 كيلات تاع، في هاد 2 كيلات تاع دقيق، درت مغرفه واحده تاع الزيت. يعني كي ديري كيلو ديري 2 مغارف تاع العشاء تاع الزيت، فيه شويه تاع الماء في الاخير. هاد الزيت نديروها في الاخير كي يكونوا هكذا نخبطوا فيها. هايليك شوفوا نشمخ يدي غير شويه. هنا دوك العجينه راهي هايله، ما تزيدولهاش الماء اكثر من هكذا. وديجا كاين دقيق اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، كيما هذا تاع السفينه، هذا يشرب ميم تكون شويه متلوقه تعاود تشرب. مي تاع الحمامه ما يشربش يعني كون تطلقوها بزاف شويه تصيبوها زادت انتلقت. مي تاع السفينه ميم تطلقوها شويه بزياده يعاود يشرب هذاك الماء، تعاود تسقم روحها. هايليك شوفوا، هايليك راني كملتها، شفتوا القوام تاعها كيفاش يكون. هايليك هذا سفينه، هايليك راني كملتو. وشوفوا الماء شحال تخلي. هذيك الكيله ما كملتهاش، راهي في النص. هايليك راهي في النص، يعني غد من داك النهار الاول درت قريب نص ريتله، ماشي نص ريتله قريب. غد من داك كي طلقتها هذيك الكيله درتها ماشي معمره، درتها نص. والعجينه هذيك تاع حمامه تاني تعجنتها بنفس الطريقه ودرتها في الين. وشنو نختصر لكم الوقت باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هكذا هنا شوفوا واش عندي هذه الطابونه، وعندي هذيك الباسينه تاع الماء، وعندي هذيك السنيوه تاع النحاس. هذيك السنيوه تاع النحاس عندها راهي قريب 30 سنه هي، وهذيك الباسينه عندها مده طويله يعني قريب تلحق 30 سنه. راكم تشوفوا هنا نعاود نحكي لكم عليها. شوفوا هنا هاي لك العجين سفينه وحمامه. نتوما ما تغطوهمش، يعني كي تكونوا حتخدموا ما كان له تغطوهم. وكما قلت لكم نسحق كوبات، نسحق هكذا شويه تاع الماء باش نشمخ يدي ونرفد العجين. هاوليك حطوا شويه ما قدامكم
والباسينة هذه كما قلت لكم عندها سنين وسنين، أنا عمرتها بالما وتالمو كنت مشغولة، يعني هذاك الماء كامل نشف لي. نتوما عمروها للفوق. أنا كي رحت نشري في السنيوة درت شوية زيت، راكم تشوفوا هنا درت أول حاجة ندير شوية تاع الزيت. أول حاجة هي بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم تذكروا الله وتسموا، لأنه الديول يحبوا يحبوا الكالم، يحبوا تذكروا الله، يحبوا يعني باش ينجحوا لكم كل حاجة، يعني نذكروا فيها الله ونصلوا فيها على النبي، باش يعني المجلس اللي يكون تصلى فيه على النبي هذاك هو المجلس اللي فيه الربح وفيه الخير. والمجلس اللي ما يتصلاش فيه على النبي غنقول لكم غير ما تقعدوش فيه. حنا نصلوا على النبي وان شاء الله ربي يبارك لنا في رزقنا. كي تشوفوا جبت بابي هكذا، تحبوا تجيبوا تشليق ولا اول مره تجيبي تشليق باش هذاك البابي لانه يشرب الزيت، ما تقعديش كل دقيقه ديري الزيت، ديري تشليق، ديري شويه تاع زيت مرسول صغير كيما شتي هذا. وقلت لكم باللي باسينه هذه عندها سنين وانا نضرب فيها، يقرب 30 سنه هي والسنيوه. نهار اللي رحت نشري في السنيوه شريت السنيوه هي الاولى، ومن بعد رحت عند هذاك اللي يبيع الاواني قلت له اعطيني طنيجره، ماشي باسينه هذه طنيجره، اعطيني طنيجره اللي تجي عليها، لازم تجي عليها سوا كي ديروها فيها ما يقعدش الفيد منه، لانه من بعد تولي تخرج لكم في الهواء وتولي تقطر. وزيدوا بزياده الجهه اللي ما تقيسهاش النار راهي ماهيش راح تنجح لكم، العجين ما يلصقش فيها، لازم يكونوا قد، لازم تكون السنيوه قد الباسينه. كما شفتوا راكم تشوفوا المظهر تاعها. هذا كان عندي واحد الطابونه يعني يدير واش يقولوا يديروا الحموم، يعني عييت نحك فيها ونوسي فيها. يعني ما حبش تلعب لكم الحمام، راكم عارفين كيفاش يخسر الحموم، يخسر الاواني. والسنيوه شفتوها كيفاش كان الشكل تاعها. دوكا كي نبدا نخدم فيها تعاود ترجع حمراء وتعاود ترجع لاباس عليها في الاخر كامل تشوفوا السنيوه كيفاش رجعت. هنايا هذوك الورقات الاولين راني ندرب في السنيوه، هنا راني ندرب في السنيوه لاني عندي عامين ما درتش فيها ديول. العام اللي فات ما كتبش ربي ما درتش الديول. مرضت في رمضان ما درتو، يعني ورقه ما درتها، كنت ناويه نديرهم ونوسيهم لكم ما كتبش ربي. وهذا العام يعني كل عام وبركته، كل حاجه بالمكتوب. العام اللي فات انا شريتهم يعني للاسف ما ضربتهمش. هنا راني نقول لكم بلي شوفوا الطريقه كيفاش يعني تكون. هاوليك هادو تاع البخار يجوا طريين، شوفوا شحال يجوا شابين، يجوا طريين، يجوا ما شاء الله، ماشي كيما هذيك اللي تروحي تجيبي السنيوه وتحطيها قباله فوق النار، هادوك ما يجوش طريين، يجوا يابسين. انا ديجا كاني غنحط لكم فيها فوق السنيوه ونرفد فيها ونحط باش نوري لكم راهي شغل نشفت، يعني دوك تشوفوا معايا كيفاش نحيهم طريين. هذه راني نوري لكم. هاي ليك الحبة الأولى راكو شتوها يعني كيفاش تفتتت، ما تنحاتليش مليح. علاش؟ لأنه الماء كان ماشي الماء، السنيوة كانت مازال ما سخنتش، لازم تخلو السنيوة حوالي قريب 5 دقايق ولا، وهي الماء يغلي عليها تسخن مليح، لازم تسخن مليح، خلوها تسخن تسخن تسخن، يعني قريب 5 دقايق 10 دقايق. عمروا الباسين الفم وكي يبدا يغلي الماء ديروا هذيك السنيوة تاعكم وخلوها، ما تروحوش قبالها تضربي، خلوها تاخد وقتها باش تسخن. الفرن راني شاعله غير الوسطاني، راني زايدت له الديول يحبوا نار قويه، يحبوا الماء ماشي نار قويه، يحبوا الماء يغلي، يغلي لازم الماء الداخل يكون يغلي، ما يكونش ناقص، لازم يغلي باش نحلو. كان يكون ناقص الورقه يصرالها كيما ديك الورقه الاولى. انا يعني من الاول الورقه الاولى تتنحال، يعني ما شاء الله سنيوتي راهي مدربه. مي هذيك الورقه الاولى كانت السنيوه مازال ما سخنتش مليح. في الورقه الثانيه كنت زدت للنار، سخنت السنيوه مليح، بداو يتنحاو. هاي اللي كيما قلت لكم هنا راني ندرب فيها. وهاد الورقات الاولين 5 ورقات 6 ورقات هادو ما نتناولوهمش. هنا نقول لكم هادو اللي لاصقين في الجنب لازم تنحوهم، يعني نحي فيهم بالكوبات نحيهم، لانه كي نجي نضرب العجينه جديده يلصقوا لي فيها وتخسر لي العجينه، لازم تمسحوا الجوانب باش هادو اليابسين ما يلصقوش في العجينه. هنا شفتوها كانت لصقت لي شويه هذيك الورقه، درت لها شويه زيت في البابي. هاوليك انا نحب نستعمل البابي كما قلت لكم. هاوليك شوفوا راني نقي فيها، راني نحي لها في دوك النقاط الكحوله هذوك، يعني هي عادي يعني كي تضربوا فيها وتخبوها تجبدوها هكذايا، يصرى لها هكذا، بصح من بعد غير تبداو تجبدوا تعاود ترجع لاباس عليها. هاي اللي كان درت الورقه الثانيه، هاي اللي تنحات الله يبارك. راكم تشوفوا هاي ليك، شوفوا هاي طريه ما شاء الله. لازم تفرشوا هكذا طرشون على هكذا طابله صغيره ولا، وتبداو ديروها. ملي كاني ضربت 4 ورقات ولا 5 كنت تشوفوا كيفاش راهم مورقين
ولبس عليهم. هاي ليك نوري لكم، هاي ليك لاباط دوكاتيك. هاد لاباط راني حنبدا نخدم بها سواسوا، هادوك دربتهم. هذيك لاباط الاولى اللي تبداو تخدموا بها ما تعاودوش تحطوها مع ديك لاباط، لان هذيك ماهيش نقيه، خلاص دربتوا بها سنيوه حطوها وحدها، يعني هادوك صاي ما نستعملوهاش. دوكا نبداو ديجا هنا نقول لكم راني في العجينه الثانيه. العجين الاول هذاك تاع حمامه، ودوك هذا العجين الثاني تاع السفينه. ما وريت لكمش كيفاش درت حمامه، درته بنفس الطريقه الاولى. دوكا راني ندير في تاع السفينه. هذا تاع السفينه شرب الماء الاولاني كي درت له الماء، دوك من شافه انا درت له شويه زياده، يعني جاوني هذوك الحبيبات جاتني شويه ماشي كيما هذه السفينه شرب الماء ويجي ما شاء الله. قولوا الله يبارك يا البنات، شوفوا الله يبارك ما شاء الله. شوفوا كيفاش تنحت. وهاي لك الورقه الاولى. نبداو على بركه الله. هذه الورقه الاولى تاع هادو تاع السفينه، هادو تاع السفينه كما قلت لكم. شوفوا الطريقه كيفاش راني درت لكم غير بالعقل. راكم تشوفوا نشد كميه تاع العجين في يدي، وهذوك الحبيبات تمسحوهم كي يخرجوا لكم. هادو كي تكون لاباط جاريه يخرج لكم الحبيبات فيها. والحاجه الثانيه كي يكون يعني نوعيه تاع السميد يكون ماشي نوعيه جيده، يكون نقولوا شويه معيان، يدير لكم هذوك الحبيبات ولا هذوك الكرات يجوا من الفوق. المهم كي يكون دقيق ماشي شباب يعني ما يجيكمش شابين. كي يكون نوعيه جيده يجوكم يهبلوا. ما تجروش العجينه، حاجه ننصحكم بها ما تجروش العجينه. خلوها هكذا شويه ناشفه، ومن بعد لا جاتكم صعيبه تقدروا تزيدوا لها شويه ما. هاي اللي كنت نقول لكم لا جاتكم جاريه واش ديروا لها. هنا راكم تشوفوا هامليك العجين هذا ما خرجليش فيه بزاف، تمسحوهم هذوك العجاج اللي يجوكم من الفوق، هذوك ضروري تمسحيهم بيدك قبل ما ينشفوا. هنا نقطع بالكوبات. هاي ليك راني نقطع يعني ما تجيبوا لا موس لا حاجه تاع حديد لا والو. تجيبوا هكذا كوبات ولا تجيبوا قصبه ولا قصبه تكون ولا مغرف تاع العود، ولا ما ديروش جامي ديروا الحديد ولا تقطعوا بالموس كما كاين بعض الاخوات يعني خاطفين صنعه هذوك ما يعرفوش السنيوه تاع ديول يقطعوا بالموس. مستحيل يعني السنيوه تاع نحاس تقطعي بالموس الجوانب. دائما قطعي بحاجه كما كوبات كما مغرفه تاع الحطب، ولا كما نقولوا جيبوا قصبه. بكري كنا حنا نديرو بالقصبه نقيه نغسلوها ونقطعوا بها. مي دوك الحمد لله كاين تاويل كوبات. انا جربت شحال من حاجه ما صبتش يعني افضل من الكوبات، لانه في الطرف تاعها تجي حاده تجي قاطعه تقطع لكم. شوفوا كيفاش تقطعها لكم تجيكم ما شاء الله. هايليك لازم تقطعوا بكوبات ما مش غاليين يا ربي 4000 ولا 5000 تقعد لك سنين. شوفوا كيفاش تتنحى رطبه وطريه. هادو تاع البخار يجوا بزاف طريين. وانا طونك اللي نهبسكم غير بالعقل كشغل راني نخليهم ينشفوا شويه باش نوريلكم. مي هما يتنحاو من الدين. هايليك تحطوهم ما تغطوهم ما والو. شوفوا كيفاش راهم يجوا هادو كامل جاو ما شاء الله. هادو تاع السفينه، هادو تاع السفينه شفاو على دقيق. هذا تاع السفينه شوفوا شحال يجوا بيوطه ويجوا منبلين. بالك كنت انتبهتوا لهم شوفوا يجوا منبلين يجوا يهبلوا. والذوق تاعهم ما نحكي لكمش يعني امبوسيبل الذوق تاعهم تصيبوه كيما الديول تاع الكاشتي ولا تصيبوا هذوك اللي منيكا تاع الحمامه. عاملي كاني كي خدمتهم وكملتهم نغطيهم مليح. ضروري تغطوهم كي تكونوا تخدموا كيما هادو اللي منا تاع السفينه ما تغطوهمش حتى تكملوا. مي غير تكملوا ضروري تغطيهم. تجيبي هكذا طرشونه يعني تكون خشينه ولا ضاعفي الطراشن وزيدي لهم كيس من الفوق وحطيهم داخل الثلاجه. كي تخليهم في الثلاجه تسيبيهم نشفوا. خليهم 2 سوايع ولا 3 يبردوا داخل الثلاجه وينشفوا لكم خير ملي تخلوهم برا في الهواء. شفتوا الطريقه كيفاش راني ندير فيها. هاي لك شوفوا كيفاش راهي عرقانه ما شاء الله. وتاني حبيت نقول لكم الدول كي تكوني ديري فيهم ما لازمش تكوني قدام الهواء، ما لازمش تكوني قدام الكوروندير، لانه يضربهم الكوروندير رايحين يلبسوا لك كامل الاطراف تاعهم ويعني يخسروا لك. ضروري تكوني في بلاصه ما فيهاش الريح ما فيهاش الهواء. نهار الريح ولا يعني ردوا بالكم ما تقعديش تحت الطاقه، ما تحليش الباب والطاقه الكوروندير يولي يخبط. لازم تكون المكان هادي ويكون مليح، لانهم كما قلت لكم ما يحبوش الهواء لانهم يبسوا الاطراف تاعهم. هايليك غير تكملوهم غطوهم. شوفوا هادو تاع الحمامه كيفاش جاو يعني منبلين جاو ما شاء الله وجاو مورقين هامليك على عينكم. شوفوا الله يبارك هامليك. شوفوا ان شاء الله كامل تخدموهم وتنجحوا فيهم. اذا شفتوا هذا الفيديو يعني ما استفدتوش منه مليح نعاوده لكم يعني قبل ما نسبريمي الفيديو. نعاود اني يعني بديت لكم الفيديو بهذاك الموضوع كما شفتوا. يعني شغل خديت لكم من شويه وقت. مي الله غالب كان لازم عليا نجاوب هذيك المتطفله اللي ما على باليش الجنس تاعها واش تكون. يجوا هكذا غير من تحت لتحت يعني كي الحيات ويتلقوا السم تاعهم
وهما الغرض تاعهم راهو باين، يعني ما هم ماشي بها انا ولا بها يطفوا نور الله. نور الله ما يطفاش، نور الله ما يطفاش، راه مغروس في قلوبنا عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه يا خياتي وزيدوا، يعني كل حاجة تنجح غير بالصلاة على النبي. المهم هادو هما الديول تاوعنا تاع نهار اليوم. شوفوني نقول لكم هنايا تحسبوهم 12 12، يعني الديول يجوا فيهم 12 12. وانا درتهم في الاكياس هادوما 27 على 40 هامليك. هادو اكياس التجميد، الباكي فيه هذا 50. دوك تشوفوا معايا يعني جاوني سواسوا. انا السنيوه تاعي فيها هذه تقدروا تقولوا 28 29 سنتيمتر. هاي ليك هاد الاكياس يعني جاو سواسوا. اما كي تكون عندك سنيوه تاع 30 سنتيمتر ولا اكثر راحين ما يجوكش في هاد الاكياس. انا جاوني يعني جربت فيهم، جاوني يعني ما شاء الله. يعني كي تكملي 12 تخليهم في الثلاجه ينشفوا وتغطوهم مليح. تغطوهم ديروهم كيما وريت لكم، ديروهم في الطراشن باش تحطوهم داخل الكيس. ما تروحيش قبل ديري الكيس ومن بعد ديري الطرشونه. هكذاك الكيس يطلق لك الماء ويتشمخوا ومن بعد يولوا لك مقطعين. ديري الطرشونه من التحت ومن الفوق باش يشرب لك كامل هذاك الندى، ومن بعد غلفيهم بالكيس. لازم تغلفوهم مليح 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 قد ما نقول لكم غلفوهم، يعني ضاعفوا لهم الطراشن باش ما يقيسهمش كامل الريح. من في الثلاجه يكونوا مغطيين مليح. كما قلت لكم انا خليتهم هكذا خليتهم يعني نشفوا شويه في الثلاجه. ما تقدري تخليهم هكذا فوق البوطاجي بصح ما ديرهمش تحت الطاقه. غطيهم مليح بالطراشن وزيدي لهم الكيس هكذا، دخليهم داخل الكيس. كي ينشفوا عاودي جبديهم بداي تحسبي فيهم هذيك المقطعه والمتقوبه هذوك، يعني ما ديروهمش ما تعطوهمش للزبائن تاعكم. ديروهم طناش طناش يكونوا هنا ناشفين. ديروهم في هذوك الاكياس كما شفتوا. تقدروا في الاكياس تاع الخبز اللي عندها سنيوه كبيره هنا كيفاش تحطوهم في المجمد. تقدروا ديروهم هكذا، تزيدوا لهم يعني كما قلت لكم تزيدوا لهم كيس مليح خشين وتحطوهم في السنيوه، تحطوهم في المجمد هكذا في رمضان. تجبدي هكذا كل مره تجبدي باكي هكذا 12 ورقه. ميم يعني كي تكون عندك ماشي افراد العائله بزاف، كي تجبدي هذاك الباكي ما تعاوديش ترجعيه للمجمد. دي الورقات اللي تسحقيهم وخليهم هكذا في الثلاجه. غد من داك زيدي كملي بهم يشدوا لك يومين 3 ايام في الثلاجه. يعني ما تطوليش بهم لانهم بعد يولوا يتفتوا. يعني يومين 3 ايام الديول يعني خارج المجمد، يعني في الثلاجه يشدوا لك 3 جوغ. النهار الرابع تسيبيهم بداو يتفتوا. اللي ما عندهاش ليسباس تقدر ديرهم هكذا، روليهم هكذا هما طريين، روليهم وحطيهم في علبه وديريهم في المجمد هكذا. ما يدولكش ليسباس بزاف يعني في المجمد. انا عندي المجمد تاعي كبير، نحطهم هكذا، نديرهم هكذا في سنيوه ونحطهم هكذايا. ونقول لكم خياتي، نقول لكم تشجعوا وخدموا وتعلموا. يعني ما حتى حاجه صعيبه تعلموا. هذا درتو في وجه الله، ان شاء الله تستفادوا منه. وما تنسونيش بدعاوي الخير. هذا واش نقول لكم، ادعوا لي غير بدعاوي الخير وادعوا لي بالصحه. هذا هو الصح، وان شاء الله في ميزان حسناتي ان شاء الله. ونقول لكم يعني جربوا يا لو كان بشويه، جربوا يعني كميه قليله وخدموا على روحكم. جربي لو كان 2 كيسان ما ديريش لي بول، ديري 2 كيسان. وكل خطره يعني جربي خيري نوعيه جيده. ما تروحيش تبداي بنوعيه ماشي مليحه تقولي يعني انا نتعلم في حاجه ماشي مليحه. هكذاك يعني مستحيل حتتعلمي ما يجوكش ملاح، وهكذاك تتقلقي منهم. الديول يحبوا تساع فيهم وتصبري عليهم باش تنجحي اي حاجه. يعني تساع فيها وتصبري عليها راح تعطيك النتيجه. ما تتقلقوش برك. واما بالنسبه للدقيق شكون اللي جاني شباب، يعني في 2 كانوا ملاح. ولكن انا نفضل يعني ندير سفينه خير. يعني السفينه تقدروا تقولوا 10 على 10 وحمامه نقولوا 9.5 على 10. يعني في 2 ينجحوا. مي لا صبتوا سفينه غير شروا سفينه. وبالنسبه للسعر تاعهم يعني هادو الحجم ماشي صغار كامل، كاين صغار عليهم. هادو تاع البخار هادوما تقدروا تبيعوهم 9000 10000، واللي كبار عليهم من 10000 وطلع. يعني النوعيه تاع هادو تاع البخار ماشي كيما اللي تحطوهم فوق الطابونه، مستحيل تكون نفس النتيجه. والحاجه اللي حبيت نقول عليها كاين الاخوات يعني في هذاك الفيديو تاع القضيه الشهري تاع رمضان كان جاو بزاف تعاليق يعني مختلفه. من بينهم يعني كانوا اخوات يقولوا بلي الله غالب ما عندناش وانا نشوفه غير بالعين والله غالب. انا نقول لك يعني خدمي على روحك، خدمي توكل على ربي وخدمي وتعلمي. كاين بزاف مشاريع، كاين ديول، كاين القطايف، كاين الخبز، كاين مملحات. يعني كاين بزاف حاجات. الخدمه ماهيش عيب. عيب لي يمد يدو للناس، العيب لي يقعد يستنى في الناس تصدق عليه وتمدلو وتحن عليه. نقول لكم اليد العليا
خير من اليد السفلى. ما تستناي لا خوك لا اختك لا يماك لا باباك لا حتى واحد يحن عليك، انت توكلي على ربي وكما يقولوا تعلمي وخدمي، وان شاء الله ربي يبارك لك وتنجحي في مشروعك. وبزاف ناس يعني كامل ناس يعني كامل ناس راهي تخدم وتتعب وتشقى، كل واحد والمجال ديالو، ما كاش اللي راه ياكل فيها بالساهل. وان شاء الله ربي يقدرنا كامل ويرزقنا من باب الواسع من دون حول ولا قوة منا. دائما ما تنسوش الدعاء، ونقول لكم ما تنسوش ديروا لايك وديروا بارطاج وديروا لي كومونتير طيب اللي نشكركم عليه، نشكركم على داك الكلام طيب اللي دافعتوا عليا، وبالحق دافعتوا على رسولكم ودافعتوا على دينكم. ربي يجازيكم كل الخير على كل كلمة طيبة. وان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله يكون صدقه جاريه عليا وعلى والديا وعلى الزوج تاعي اللي دائما يحفزني، وان شاء الله صدقه جاريه عليكم نتوما اللي راكم تبارطاجيو فيه وديروا لي لايك باش يلحق الاكبر عدد من الاخوات، ان شاء الله كامل في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ونقول لكم استناوني الفيديوهات الجايه، مازال ان شاء الله نزيد ندير معكم ان شاء الله لا كتب ربي القطايف، وان شاء الله تحضيرات رمضان هكذا للتحفيز. وبقاو معايا دائما ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله راح نستفادوا من قناتي. ما تنساوش اللي مش مشتركه ديري اشتراك وديروا بارطاج مع خياتكم، وتبقاو على خير وجه الخير وبسلامه.